ما ينفعش تكون بتربي سواء طيور، حيوانات، أي حاجة وما يكونش عندك ترمومتر حرارة ورطوبة. طب ليه الكلام دوّة؟ حضرتك دلوقتي أنت ممكن تكون بتعمل كل حاجة صح، ولكن حرارة المكان مش مضبوطة، أو درجة الرطوبة مش مضبوطة، ده هيأثّر على صحة الطائر أو الحيوان، وهيسبب له أمراض كمان تنفسية. يبقى بالتالي أنا لازم يكون عندي وعي، وأكون عارف أنا درجة الحرارة اللي موجودة في المكان هل هي يا ترى مناسبة وملائمة للحاجة اللي أنا باربيها والّا لأ؟ كذلك درجة الرطوبة. طيب النهارده دلوقتي أنا محتاج يكون معايا ترمومتر زي ده بس، والّا أجيب أحسن ترمومتر ديجيتال؟ بُص، عشان خاطر تكون يعني الدنيا ماشية معاك صح لازم يكون عندك الاتنين، العادي والديجيتال، عشان خاطر لو حاجة فيهم حصل فيها أي تهنيج أو خرّفت أو كده، تقدر أنت تشوف الفرق ما بين الاتنين كدرجات حرارة. ولكن كل حاجة فيهم بتدّيني دقة، وكل حاجة فيهم بتدّيني يعني استخدام مختلف شوية عن التاني. الاتنين في الآخر حرارة ورطوبة، ولكن ال يعني الدقة اللي أنا باحتاجها بتفرق شوية ما بين ده وده، ولكن لازم يكون الاتنين عندك عشان خاطر تقدر تقيّم لو حصل أي خلل في أي واحد من الاتنين. طيب أنا بقى النهارده إزاي إن أنا دلوقتي لو عندي الرطوبة مثلًا عالية وعايز أنزّلها أو العكس وكذلك الحرارة، الكلام ده هنقوله في فيديوهات جاية. بس المهم إن أنت دلوقتي تكون عارف الحاجة اللي أنت بتربيها دي بتحتاج درجة حرارة قد إيه، ودرجة رطوبة قد إيه، وطبعًا ده بيتحدد على حسب النوع اللي أنت بتربيه وعلى حسب الحجم والوزن، وكمان درجات الحرارة نفسها اللي هي تكون محيطة بالمكان.